السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو أول مرة بتشوفوني، أنا اسمي منى أحمد وقناتي اسمها مونيتا كيتشن. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هنبدأ النهاردة مع بعض ونعمل الخيار السريع بطريقة سهلة جدا. زي ما انتم شايفين الصورة بتتكلم عن نفسها، أو الفيديو بتاعنا بيتكلم عن نفسه. شايفين شكل الخيار؟ تحفة بجد، طعم ولون بجد رهيب. هناكله بعد 4 ساعات بس أو 3 من عمايله. لو انت حابه تاكليه بقى مظبوط، هتستني 4 ساعات وتبداي تاكلي احلى خيار مخلل. تمام كده. يلا بينا بقى ندخل ونشوف الجمال ده كله عملناه ازاي، وهنحتاج ايه، وبقلل تكاليف وبابسط حاجات موجوده عندك في البيت. يعني انت لو عندك خيار في البيت موجود عندك، يعني حوالي نص كيلو كده، هتبقى هتعملي معانا الوصفه الجميله دي. نجيب بقى بطرمان ونجهز بقى الخيار بتاعنا ونشوف هنعمل ايه معانا في الوصفه دي. نص كيلو خيار مغسول حلو جدا ومتقطع دواير زي ما انت شايفه دي كده. الدواير بتاعتي مش تخينه ومش رفيعه قوي، وسط. تمام. معايا كمان فلفل اخضر وفلفل الوان، ومعايا ميه مغليه. معايا حوالي لتر من الميه المغليه. ومعايا كمان البهارات بتاعتي او التوابل بتاعتي، ملح وكمون وكركم. تمام. ومعايا توم متقطع شرايح رقيقه جدا، 4 فصوص توم. وطبعا هسيب لك المقادير في صندوق الوصف او في اول تعليق. معايا كمان خل، ومعايا ملح، معايا 4 معالق من الملح. وزي ما قلت معايا فلفل حراق الوان اخضر، ومعايا كمان فلفل احمر. تمام. هنجيب بقى المحلول بتاعنا الاول. هنركن كده على جنب المحلول بتاعنا. هنبدأ ناخد هنبدأ ناخد الفلفل مع الخيار بالشكل ده، وهنقلبه مع بعض بالطريقة دي. وهنحط عليه الفصوص بتاعة التوم عندي هنا 4 فصوص حلوين، وهنقطعهم شرايح زي ما انتوا شايفين كده. هنقلبه بقى حلو جدا جدا. تمام. وهنجيب بقى البطرمان بتاعنا، اي بطرمان عندك انت بتستخدميه في التخليل، وهنبدأ نعبي الخيار بتاعنا في قلب البطرمان. تمام. تقدري لو عندك علبة برضو محكمة الغلق مفيش اي مشكلة، بتخليلي فيها تقدري تستخدميها. هننزل بقى بالخيار بتاعنا مع الفلفل وكمان مع الثوم بتاعنا بالطريقة دي كده. هنملى بيه البطرمان. وطبعا الخيار السريع ده يفضل ان انت تعملي كمية صغيرة علشان تتاكل بسرعة. هو مش بيقعد. وطبعا ان شاء الله باذن الله برضو هعمل لك حلقة بعدها للخيار اللي بيقعد. الخيار العادي اللي بيتخلل بيقعد معانا 3-4 ايام قبل ما ناكل منه. تمام. حطينا كل كمية الخيار بالفلفل بالثوم بالشكل ده كده في البطرمان بتاعنا. تمام. هنجيب بقى دلوقتي المحلول بتاعنا، عبارة عن ميه سخنه بتغلي، ومعانا زي ما قلت ونسيت ان اقول لك فيه معلقه سكر صغيره، ومعايا الخل طبعا. هبدا انزل السكر والتوابل بتاعتي والملح والخل، وهنقلبهم بقى كويس جدا جدا لحد لما يندمجوا مع بعض. تمام بالشكل ده زي ما انتوا شايفين اهو كده. الملح داب، واتاكد ان الملح والسكر والتوابل دابوا جدا مع الميه بتاعتي. والميه زي ما قلنا هنا ميه مغليه، انا غليت الميه وعيرتها بالظبط، هي لتر من الميه. هبدا بقى كده اهو بالطريقه دي اخد الميه بتاعتي وانزل على الخيار بتاعي بالشكل ده. هنا الكركم بيدي اللون الاصفر الجميل اللي انت شفتوه ده. خلاص انا كده ظبطت معايا ومليت البطرمان بتاعي. هجيب بقى الغطا بتاعي وابدا اقفل عليه كويس جدا، واسيبه زي ما قلت لمدة 3-4 ساعات بس. هقلبه طبعا كده يمين وشمال شوية كده، واقدر ان انا احطه اقلبه مفيش اي مشكلة. وبعد كده هنشوف شكل الخيار بعد ما تخلل هيبقى شكله عامل ازاي، وهناكل احلى خيار مقرمش ومخلل بطريقة سريعة وجميلة جدا جدا. زي ما قلت هنسيبه بقى الوقت اللي انا قلت عليه، وان شاء الله باذن الله هفتح لكم عليه بعد ما يعدي الوقت. طب عدى بقى الوقت بتاعنا اهو، شايفين بدأ لونه يغير بجد اهو. هنزل اجيب من تحت كمان شوية اهو، اللون جميل جدا. شايفين الجمال والحلاوة والفلفل كمان. بجد احلى خيار ممكن تاكليه سريع جدا، احلى من الجاهز 100,000 مرة. بجد انتي هتبطلي تشتريه من بره تاني لما تجربي الطريقة السريعة دي.
هنطلع بقى كام واحدة كده بالشكل ده. والفلفل كمان الاحمر الحراق ده بيديله لون حلو، بيديله كمان طعم ولسعة بسيطة كده حلوة قوي زي ما انتوا شايفين كده اهو. خلاص كده تمام قوي. نطلع كام واحدة فلفل كده بقى ونشوف الجمال والحلاوة اللي احنا عملناها دي. شايفين بجد احلى خيار وبطريقة سهلة وبسيطة، ما خدش مننا وقت خالص، والقرمشة رهيبة والطعم حلو جدا جدا. وصفة الخيار المخلل السريع عملناها مع بعض النهارده، مخدتش مننا وقت خالص. لو عجبك بقى الفيديو وعجبتك الوصفة وحسيتي ان انت استفدتي مني النهارده، ما تنسيش تعملي لايك وشير للفيديو، وانتظروني ان شاء الله في وصفات تانية كتير حلو وحادق، معجنات حلويات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مونيتا كيتشن.